السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السمك البلطي في الفرن بالصلصة يعني. اول حاجة حطيت كده حلة على النار، وحطيت فيها ربع كوباية من الزيت، ونزلت فيها كده ببصلتين مقطعاهم مكعبات صغيرة. هقلبهم مع بعض، وهجيب قرن فلفل رومي مقطعاه برضو صغير، ومعلقه كده من الثوم المهروس، وهنزل بهم كده فوق البصل، وهشوحهم شويه مع بعض لحد ما البصل يدبل، ومش عاوزاه ياخد لون غامق ولا يحمر ولا اي حاجه. حطيت كده معلقه من الثوم المهروس. اول لما البصل والفلفل يتبلوا كده مع بعض والثوم ريحته تطلع، هنزل عليه على طول بعصير الطماطم. كده حطيت عصير الطماطم على البصل. هحط لها بقى قطعة كمان من الصلصة، حوالي كده كوباية من الصلصة اللي انا مفرزاها في الفريزر، وهحط لها بقى الملح، وهحط كمون وفلفل اسود بس، مش هحط اي بهارات تانية. هغطي عليها بقى واسيبها تتسبك براحتها، ونحمر مع بعض السمك. طبعا السمك بتاعي انا منضفاه وغسلاه كويس جدا، وكنت نقعاه في خل وليمون وملح ودقيق. وبعد كده بقى غسلت شطفته تحت المية كده كويس، وهنحمره بقى مع بعض. انا عاوزه السمك بتاعي ياخد لون كويس، مش مهم عندي هو استوى ولا لا، هو كده كده هيستوي في الصلصه. ما بقلبوش غير لما اتاكد ان هو اخد لون من تحت، اقلبه بقى على الوش التاني. الصلصه بتاعتي خلاص بدات ان هي تخش في السوا يعني. هجيب بقى 3 بصلات كبار، واقطعهم كده حلقان. 3 بصلات كبار مقطعاهم كده حلقان اهوت، وهنزلهم كده في قلب الصلصه بتاعتي، وهزودها كده كوبايتين من الميه، وهسيبها تغلي مرتين 3 كده علشان البصل يدبل. طبعا البصل عايزه تقطعيه على اللي انت عاوزاه، لو عايزه تقطعيه مكعبات صغيره برضو هيبقى حلو. السمك ما بقلبوش عشان ما يتهريش غير لما اتاكد ان هو اخد لون من تحت. طبعا الصلصه بتاعتي بقت جاهزه وخلاص، السمك بقى جاهز. جبت البايركس بتاعي، وبدات كده حطيت في الارضيه شرايح البصل اللي كنت عاملاها دي، عاوزاها تبقى في الارضيه. رصيت السمك بتاعي، كده رصيت السمك. هحط بقى على الوش برضو شويه كده من الصلصه، وهدخله على الفرن درجه حراره عاليه من تحت. واول لما خلاص يستوي شويه من تحت، هروح حاطاه تحت الشوايه ياخد لون. شايفين بقى؟ كده حطيته اهوت على ارضيه الفرن من تحت لحد ما يستوي، وهطلعه تحت الشوايه ياخد لون. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو، ولو لسه مشتركتوش في القناه تنزلوا دلوقتي تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديو جديد هنزله ان شاء الله. السمكه مستويه وطعمها زي الفل وجميله جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، هتعجبكم ان شاء الله. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.